أسنان أحمد كانت صفرة عليها جير. مريم لمحت له، بس هو كان بيقول بيغسلها وعادي. بس الصدمة الحقيقية كانت في التصرفات. مرة كانوا قاعدين في مكان عام، وفجأة أحمد اتكرع بصوت عالي. مريم وشها اتخطف من الخجل وهو عادي جدا. مرة تانية كانوا ماشيين في الشارع، لقيته بيتكرع على الأرض وما بيحسش إنه عمل حاجة غريبة. أكتر موقف خلاها تقف وتفكر 1000 مرة لما لقت أحمد بيفضل يشفط مناخيره. مريم لمحت له، قالت له طب ليه كده، ما في منديل أسهل وأنضف؟ رد عليها بكل بساطة، أنا بعتبر إننا واحد. الكلمة دي وقعت على ودن مريم زي الصاعقة. واحد؟ يعني أنا هعيش مع واحد بالتفاصيل دي كلها، والتفاصيل دي بالنسبة لي مهمة. أنا بقرف من الحاجات دي جدا. أمال بعد الجواز هيعمل إيه؟ السؤال هنا، هل دي عيوب ما ينفعش نعديها في شريك حياتنا، ولا حاجات طبيعية بتحصل بعد الجواز؟ شاركونا رأيكم وتجاربكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان تشوفوا كل قصص المشاكل الأسرية والاجتماعية اللي بتهمكم.